نفس الشيء كي نصوموا 29 يوم نكونوا في 29 مارس، ما دام نبداو في اول مارس. في 29 مارس لو نريد رؤية الهلال عندنا الحساب تاعو، احنا الحساب هو اللي يسهل لنا الرؤية. فحساب تاع 29 مارس تكون الاقتران الشمس هذا بالقمر اللي قلت لكم هو موعد التقاء الشمس والقمر مجددا في السماء لبداية شهر جديد اللي هو شوال. هذاك النهار 29 مارس الاقتران هذه المرة يكون على 11 و58 دقيقة، يعني 12 تاع النهار تقريبا. وهذا يعتبر زاد بعد خط مكة المدينة اللي هو العاشرة. كي تكون عندنا العشرة راهي الزوال عند مكة، هذاك هو خط مكة اللي نهضروا عليه احنا. فبالتالي ما دام القمر يكون دخل بعد خط مكة المدينة، معنى ذلك أن اليوم الموالي ليس هو أول منشار جديد، بل الثاني منه اللي هو ليس 30 مارس بل 31 مارس هو اللي راح يكون أول من شهر شوال اللي موافق للعيد المبارك إن شاء الله لهذا العام 1446 هجرية.